أربيلو أمل جديد في ريال مدريد. ريال مدريد قد يغير قراره في سوق الانتقالات بهذه الحالة. لا توجد عدالة بين رحلات مدريد وبرشلونة في الأبطال. امبابي يهدد رقم رونالدو التاريخي في الدوري الإسباني. خيارات سيبايوس الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية. رودريجو يحسم قراره النهائي من الرحيل عن الريال. موقف ريال مدريد من التعاقدات الصيفية. كرة الريال في دوري الأبطال أصعب بكثير من برشلونة. ماذا قال رئيس مارسيليا عن فشل المفاوضات مع سيبايوس؟ كلمة السر في تطور مستوى منظومة الدفاع في الريال. غونزالو وهوسين يتجهان نحو كأس العالم. وموعد الحصة التدريبية الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء ريال مايوركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع أخبار الميرينجي ريال مدريد. لا تنسوا عمل لايك للفيديو، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا. أربيلو أمل جديد في ريال مدريد. يشهد فريق ريال مدريد أراديف كاستيا اليوم الظهور الأول لرسمي تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلو في خطوة تعكس طموح النادي في تجديد صفوف الفريق وتطوير المواهب الشابة. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن وصول أربيلو يمثل ثورة كاملة في الفريق الرديف بعد رحيل راؤول عن منصبه بعد 6 مواسم. التغيير لم يقتصر على المدرب فقط، بل شمل فلسفة العمل وطريقة التعامل مع اللاعبين، حيث يسعى أربيلو لتطبيق رؤيته الكروية الجذابة التي حققت له النجاح سابقا خلال 5 سنوات في أكاديمية لا فابريكا. ريال مدريد قد يغير قراره في سوق الانتقالات بهذه الحالة. وفقا للصحفي فابريزيو رومانو، لا ينوي ريال مدريد الدخول في أي مفاوضات جديدة للتعاقد مع لاعبين خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية، إذ يشعر النادي بالرضا عن الصفقات التي أبرمها هذا الصيف، ويعتبر أن الباب مغلق أمام أي تعاقد إضافي. من جانبه كشف الصحفي رامون ألفاريز أن هذا القرار كان متوقعا بالفعل، خصوصا بعد إتمام صفقة كايريراس عقب كأس العالم، مشيرا إلى أن إدارة النادي لن تغير موقفها الحالي إلا في حال حدوث بيع مفاجئ لأحد اللاعبين داخل الفريق. وكان ريال مدريد قد أبرم عدة صفقات بارزة هذا الصيف، وهي أرنولد وأوسين وكايريراس ومستانتونو، في إطار تعزيز صفوف الفريق هذا الموسم. لا توجد عدالة بين رحلات مدريد وبرشلونة في الأبطال. مع انتهاء كرة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، تبدأ رحلة متفاوتة الصعوبة لريال مدريد وبرشلونة، حيث لا يقتصر التحدي على مواجهة الفرق العملاقة، بل يشمل السفر لمسافات شاسعة عبر القارات. ريال مدريد يواجه جدولا صعبا من حيث السفر، حيث سيقطع الفريق بقيادة ألونسو 21 ألف كيلومتر ذهابا وإيابا، تشمل الرحلات زيارات إلى كازاخستان وأولمبياكوس في اليونان، وليفربول في إنجلترا، بنفيجا في لشبونة. أما بالنسبة لبرشلونة سيكون أقل إرهاقا من ناحية السفر، حيث سيقطع الفريق بقيادة هانزي فليك 11 ألف كيلومتر لنيوكاسل وتشيلسي في لندن وكلوب بروج وسبارتا براغ. إمبابي يهدد رقم رونالدو التاريخي في الدوري الإسباني. وأصل النجم الفرنسي كيليان إمبابي تألقه مع ريال مدريد بعدما تمكن من التسجيل في 7 مباريات متتالية بالدوري، ليضع نفسه في قائمة الأرقام التاريخية للمسابقة. صحيفة ماركا أوضحت أن مبابي بات ثاني أفضل هداف من حيث عدد المباريات المتتالية التي شهدت تسجيله، إذ لا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الذي يمتلك الرقم القياسي ب10 مباريات متتالية خلال موسم 2014-2015، حيث أحرز خلالها 19 هدف من أصل 48 سجلها ذلك الموسم في 35 مباراة فقط. ومع ذلك التهديف المميز يقترب مبابي من معادلة وربما كسر رقم رونالدو القياسي، في ظل اعتماده الكبير على الخط الأمامي كقوة هجومية أولى تحت قيادة تشابي ألونسو. قرارات سيبايوس الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية. لا يزال الغموض يحيط بمستقبل داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، وذلك بعدما توقفت مفاوضات انتقاله إلى مارسيليا في اللحظات الأخيرة. ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، أصبح اللاعب أمام 3 سيناريوهات فقط تحدد مصيره في الموسم الحالي. الخيار الأول يتمثل في الرحيل إلى نادي آخر، وهو احتمال ضعيف للغاية نظرا لضيق الوقت المتبقي في السوق. الخيار الثاني والأكثر واقعية فهو الاستمرار في ريال مدريد والبقاء تحت قيادة تشابي ألونسو. الخيار الثالث هو انتظار عرض من ريال بيتيس، لكن هذا المسار يبدو معقدا ماليا
وقد لا يرى النور. رودريجو يحسم قراره النهائي من الرحيل عن ريال مدريد. أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن جناح ريال مدريد رودريجو غوس سيبقى مع الفريق الإسباني بعد فترة من التكهنات حول مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت شائعات قد ربطت رودريجو بالرحيل، لكن إدارة النادي والمدرب تشابي ألونسو أبديا تمسكهما باللاعب ضمن خطط الفريق الموسم الحالي. ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه الريال للحفاظ على استقراره مع صعوبة التعاقد مع صفقات جديدة فيما تبقى من فترة الانتقالات الحالية. قرعة الريال في دوري الأبطال أصعب بكثير من برشلونة. رأي خاص بالصحفي أنطونيو روميريو والصحفي لويس فلاكير عبر إذاعة كادي نسير. روميرو: الجميع يعرف أن ريال مدريد لديه المسار الأصعب. فلاكير: برشلونة حصل على بعض الراحة في المرحلة الأولى من البطولة. أما بالنسبة لنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خصم ريال مدريد في الدور الأول هيكون مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبيكوس، وموناكو وكيرات الماتي. خصوم برشلونة في الدور الأول: باريس سان جيرمان، تشيلسي، انتراخت فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براغ، وكوبنهاغن، ونيوكاسل يونايتد. ماذا قال رئيس مارسيليا عن فشل المفاوضات مع سيبايوس؟ حديث بابلو لونغوريا رئيس نادي أولمبيك مارسيليا عبر إذاعة كادي نسير: هذه أوضاع السوق، وأنتم تعلمون أن كل شيء يمكن أن يتغير، لكن عندما لا تكون الأمور واضحة فمن الأفضل أن نقولها في الوقت المناسب وليس أن نأخذها حتى النهاية. كلمة السر في تطور مستوى منظومة الدفاع في الريال. كارفاغال وميليتاو في قمة مستواهم، لقد نجح في تحسين دفاع ريال مدريد بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي. غونزالو وهوسين يتجهان نحو كأس العالم. سيعلن لويس دي لافونتي مدرب منتخب اسبانيا عن قائمته الأولية لخوض مواجهتي بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الجمعة. لاعب الريال ديان هوسين قد حجز مقعدا في تشكيلة ديلافونتي، حيث أعجب المدرب بأدائه بعد مشاركته الناجحة مع المنتخب في دور الأمم الأوروبية. وسيحتفظ ديلافونتي بالتشكيلة التي شاركت في نهائي دور الأمم الأوروبية الأخير، ضمانا بذلك مكانا في التصفيات حتى في حال فشلوا في التأهل. ورغم صلابة التشكيلة ستتاح فرص لبعض اللاعبين في الفترة التي ستسبق كأس العالم 2026. وأحد المراكز التي ستشهد تغيرا هو الهجوم، وهنا يظهر غونزالو غارسيا في مقابلة منتخب تحت 21 عام، ولكن قد ينضم قريبا إلى الفريق الأول. إنه هداف يرضي دي لافونتي الذي ينتظر ليرى كيف سيتطور مع ريال مدريد. وإذا منحه تشابي ألونسو دقائق لعب في الأسابيع المقبلة واستغل استدعائه للمنتخب تحت 21 عام، سيكون لدى غونزالو فرصة للتأهل إلى كأس العالم القادمة والمشاركة 13 على التوالي للمنتخب الوطني، الذي شارك في 18 مباراة في البطولة الدولية الكبرى. موعد الحصة التدريبية الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء ريال مايوركا. استعد ريال مدريد لمواجهة مايوركا غدا السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو. الحصة التدريبية الأخيرة للفريق الأبيض اليوم استعدادا لمواجهة مايوركا ستكون في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وبعد التدريبات سيتجه المدرب تشابي ألونسو لغرفة الصحافة من أجل إجراء المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غدا أمام مايوركا. لا تنسوا في الختام عمل لايك لهذا الملخص عن أخبار الملكي ريال مدريد، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.